بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده صينيه القرنبيط قدامك اهيت بعد ما استوت. طريقه سهله وبسيطه خالص، مش هتاخد معاك وقت، في نفس الوقت مغذيه ومفيده. اهو انا متكيه عليها في السوا يعني، عشان انا عايزاها ناشفه، مش عايزاها فيها ميه. هنيجي بقى نعمل الخلطه بتاعتها. معانا بيض، عايزه تزودي بيض زودي. 4 بيضات، انا حاطه 4 بيضات بلدي اهمت. البيض ده على حسب رغبتك، انا عايزه زودي. معايا بقى بصلتين 3 مبشورين على المبشره او اضربوهم في الكبه. معايا فلفل اخضر، عندك فلفل الوان حطي. حطيت بقى الفلفل والبصل والبيض على بعضيهم اهو، تقلبيهم. معايا بقدونس وشبت، معلقتين بقدونس معلقتين شبت، تحطهم دي بقدونس شبت اللي مخزناه معاكم، شايف مفرفر وحلو خالص اهو. معايا بقى اللي هي البهارات، معايا كزبره ناشفه، كركم، ملح، فلفل اسمر. ما تزوديش الملح عشان هي دي ناشفه، ما بتاخدش ملح كتير. معايا بقى معلقتين قشطه، معايا قشطه اهو، تحطهم فيه بتخلي طعمها جميل خالص. معايا صلصه، حطي صلصه برضو، وطماطم مبشوره، بيدوها طعم كويس خالص، طعم جميل، تخليها طعمها لذيذ يعني. هنزود بقى شويه لبن كده. دي الخلطه بتاعت الصينيه، انا هنعمل صينيتين. معايا صينيه بقى هنا شويه زيت اهيت، والقرنبيط بقى انا ماسكاه سلقاه اهوت، وتفصصيه كده قطع صغيره، والورديات صغيره زي ما انت شايفاها، ورديات صغيره يعني زي ما انت شايفينها بنعملها كده. تسلقيه الاول في شويه ميه، ملح بكمون. الميه تغلي، تحط القرنبيط ينسلق اهو. تحطي بقى على الخلطه اهيت، توزعيها عليها كده، وجربوها بالطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله. ودي الصينيه التانية اهيت. ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه واعملوا اعجاب اللي هو لايك، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم. ما تكتروش الملح زي ما قلت لكم، عشان دي ناشفه مش بتحتاج ملح كتير، اقل ملح بيبان فيها يعني. استوت اهيت، انا متكيه على في السوا زي ما قلت لكم، عشان انا عايزاها ناشفه، مش عايزه فيها ميه خالص. ومعطه بقى مع مخلل وبطاطس متحمره. اي اكل ناشف بقى عندك حطي، عايزه تحطي جبن معاها حطي، سلطه بقى سلطه، اي خضار بقى عندك حطي اهيت. بعد ما استوت وجربوها، والله طعمها في منتهى الجمال ولذيذه خالص، وطعمها يعني وصحيه في نفس الوقت اهي. وعايزه تزودي البيض زودي، ما انا ما حطيتش عليها دقيق خالص. المكونات اللي قلت لكم عليها في الاول دي وخلاص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.